فاذا احنا حاسبناه على حاجه ما كانتش حصلت وخدناها كانها ايه عيب عنده. تمام. ننقل على الحته اللي بعد كده، ناخد سؤالين كده في السريع. يقول لك علل مثلا طرق مندليف خانات فارغه في الجدول الدوري. طبعا احنا عارفين لانه تنبأ بايه، باكتشاف عناصر جديده فترك لها اماكن فارغه حين يتم ايه اكتشافها. تمام. تاني حاجه بيقول لي مثلا اضطر مندليف لوضع اكتر من عنصر في خانه واحده. ليه؟ هنقول لي التشابه الكبير بين العناصر، انا محطهم الاتنين في خانه واحده كاني مش شايف فروق ما بينهم اصلا، كاني مش قادر احدد فروق. خليكم مع بعض دلوقتي على ما ايه اشوف لكم فرق ما بينكم. يبقى التشابه الكبير في خواص الايه العناصر وبعضها. تمام. خلصنا من مندليف، خلصنا من مندليف، ده مندليف بجدوله. نخش بعد كده التطورات اللي حصلت. فات شويه من الزمن، جه بعد منه حد اسمه مين؟ موزلي، سنه 1913. شوف احنا كنا بنتكلم 700 و800، دلوقتي 1913. ماشي. اكتشفوا عناصر جديده طبعا بعد العناصر القديمه. تمام. وجه الحاج مين؟ الحاج رذرفورد، ده راجل نيوزيلندي محترم. قال لك ان النواه بتاع الذره فيها بروتونات موجبه الشحن. ده مين؟ ده واحد اسمه رذرفورد. قال ان النواه فيها بروتونات ايه موجبه الشحن. تمام. جه قام زايد عليه مين بقى؟ واحد انجليزي اسمه موزلي. قال له ماشي، وانا هسمي البروتونات بتاعتك دي هسميها العدد الذري. يبقى احنا بنتكلم في بادئ الامر اهو، واحد قال ان في بروتونات موجبه الشحنه موجوده جوه النواه. تمام. قام جاي واحد اسمه، ده مين اللي قال؟ ده نيوزيلندي طبعا اللي هو رذرفورد. جه موزلي اللي احنا بصدد جدوله بقى ده، قام قايل ايه؟ انا هسميها العدد الذري للبروتونات دي. تمام. وجه درس خواص العناصر باستخدام الايه الاشعه السينيه كده. تمام. وشاف ايه خواص العناصر بتاعته، لقى انها بترتبط مع بعضها بعددها الذري اللي هي البروتونات دي. يعني العناصر بتختلف وبتتشابه على حسب، او بتتقارب في الخواص على حسب مين؟ العدد الذري ده اللي هو البروتونات، وليس مين؟ الوزن الذري اللي كان بيتكلم فيه مندليف. تمام كده. تمام. وبناء عليه لما وصل للايه للاعتقاد ده، قام مشكك في كلام ايه بقى؟ كلام مندليف، واعاد تظبيط الجدول بتاع مندليف في جدول جديد حلو كده في شويه تغيرات، وسماه باسمه اللي هو موزلي. يبقى اعاد موزلي ترتيب العناصر اللي كان دوكها مندليف موزعها حسب مين؟ لقاها مترتبه حسب اوزانها الذريه. قال له لا، حسب ايه اعدادها الذريه بقى الجديد بقى بتاع موزلي. بحيث طبعا بحيث ايه؟ بحيث يزيد كل عنصر عن اللي ايه؟ عن اللي قبله بواحد. يعني مثلا انا بعد واحد اتنين، الاتنين دي اكبر من الواحد بواحد. طب والتلاتة اكبر من الاتنين بواحد، والاربعة اكبر من التلاتة بواحد، وهكذا. يبقى انا بزود اعداد ايه صحيحة، بزود اعداد صحيحة. تمام. طب وعمل ايه كمان الحاج موزلي؟ قال لك موزلي اضاف للجدول الدوري عناصر اخرى تم اكتشافها بعد كده. احنا اتفقنا في فجوه زمنيه والعلماء اكتشفوا عناصر، فجي بقى مين؟ موزلي حطها في الاماكن الفارغه اللي كان سايبها مين؟ مندليف دي، طبعا بالترتيب الجديد اللي هو حسب مين؟ حسب العدد الذري. تمام. طب وبعدين اضاف ايه؟ اضاف يا سيدي مجموعه العناصر الصفريه، حطها يمين الجدول الدوري اللي هي العناصر الخامله. يبقى هو اضاف العناصر الخامله وسماها المجموعه الصفريه، واضاف العناصر اللي اكتشفها ايه؟ اللي اكتشفوها بعد ايه؟ بعد مندليف. تمام. وايه كمان؟ خصص مكان اسفل الجدول الدوري لمجموعتين من العناصر مسمينهم اللانثانيدات والاكتينيدات. حسب النطق بقى، اللانثانيدات والايه والاكتينيدات. مالهم؟ خصص لهم مكان تحت الجدول الدوري كده، كانوا هيخلوا شكل الجدول الدوري وحش كده، منبعج من الاجناب كده، فحطوهم تحت الجدول الدوري لايه؟ عشان الشكل العام يبقى ايه؟ مظبوط. وهنعرف بعد كده لما نيجي نشوف الايه الجدول الدوري بتاعنا. تمام. يجي يسالني سؤال في حته زي دي، يقول لي اعاد موزلي ترتيب العناصر حسب اعدادها الذريه. نقول له ايه بقى؟ نعمل اسقاط على اللي هو درسه. نقول له لانه اكتشف ان خواص العناصر ترتبط باعدادها الذريه وليس اوزانها الذريه، حسب ما درس بقى بالاشعه السينيه زي ما قلنا من شويه. تمام. تمام. جه بعد كده نخش على الناس اللي جت لقت مشكلة او عملت تصليح بسيط على جدول مين؟ موزلي. ننتقل للجماعة بتوع الجدول الدوري حديث. هو اسمه حديث يعني مش متسمي باسامي زي موزلي ومندليف كده؟ قال لك لا، مجموعة من العلماء شاركوا في حاجة زي كده فسموه حديث وخلاص، ده الاخراني. تمام. بس هيجي على رأس الناس دي واحد اسمه بور، راجل دنمارك كده. اسمه ايه؟ اسمه بور او بوهر حسب ما ايه ما يتنطق، وحسب الاسم الاصلي انه طبعا ايه اجنبي. تمام.
الحاج بور او بوهر ده اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه في الايه في الذره. اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه في الذره. ما كانتش اكتشفت؟ لا، ما كانتش اكتشفت. يبقى اكتشف مستويات الطاقه الرئيسيه في الذره وعددها 7. وعددها ايه؟ 7. يعني اكبر ذره ممكن تتخيلها عدد مستوياتها الرئيسيه كام؟ 7 مستويات، مش اكتر من كده. تمام. واكتشف العلماء بعد كده ايه؟ ان كل مستوى رئيسي في المستويات السبعه بتوع بور دول جواه مستويات فرعيه محدده. كأن عندي عمارة 7 أدوار، في كل دور عدد من الشقق، بيختلف عدد الشقق دول على حسب رقم الدور. يعني الدور الأول فيه شقة واحدة، الدور التاني فيه شقتين، الدور التالت فيه 3 شقق، الدور الرابع فيه 4 شقق، وهكذا. تمام كده؟ يبقى داخل كل مستوى رئيسي فيه مستويات فرعية بتساوي رقم المستوى، بتساوي رقم الايه؟ المستوى. ده اللي اكتشفوه. وبناء عليه لما الإلكترون يجي يخش داخل المستوى الرئيسي، المستوى الرئيسي الأولاني في جواه مستوى فرعي واحد، خلاص مش هتختلف. انما لو دخلنا على المستوى التاني في مستويين فرعيين جواه، فالالكترون هيخش في مين الاول؟ فهنا الموضوع بدأ يختلف. وبناء عليه جه اختلاف جدول الدوري الحديث عن جدول الدوري بتاع مين؟ بتاع موزلي. طب هما جه بقى نيجي نتكلم نقول الجدول الدوري الحديث ده اتبنى ازاي؟ قال لك اتبنى على اساس العدد الذري بتاع العنصر، الترتيب التصاعدي للعدد الذري، وحاجه كمان، وطريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. ما لما هاجي اخش جوه المستوى الرئيسي هخش جوه انهي مستوى فرعي الاول؟ وبناء عليه جه اختلاف هنا ما بين مين؟ ما بين الجدول الدوري الحديث اللي احنا قلنا عليه بقى دلوقتي، وما بين الجدول الدوري اللي كان قبل منه بتاع مين؟ بتاع موزلي. كده اصبح عندي 3 جداول دوريه بدرسهم. طبعا المهم بالنسبه لي هو الاخير، لان ده هو اللي احنا شغالين بيه دلوقتي على الوضع الحالي ده. بس التلاتة لازم اعرف الاختلافات والفروق ما بينهم. الاولاني بتاع مندليف اترتب العناصر فيه ترتيب تصاعدي حسب اوزانها الذريه. طيب والتاني بتاع موزلي اترتب فيه العناصر تصاعدي حسب اعدادها الذريه. طب وجدول الدوري الحديث اترتب برضه حسب العدد الذري وحسب طريقه ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. وحسب طريقه ايه؟ ملء مستويات الطاقه الفرعيه بالالكترونات. اترتب الجدول الدوري بتاعنا الحديث بقى اللي هو على وضعه الحالي، في 118 عنصر معروفين لغايه دلوقتي. 92 منهم بلاقيهم في القشره الارضيه متوفرين، والباقي اللي هو تقريبا ال 26 بيحضر معمليا. يعني ايه نحضر في المعمل؟ يعني نخش في المعمل نحضره من عنصر تاني، ما بلاقيهوش كده متوفر في الطبيعه. تمام. باجي اقسم الجدول الدوري بتاعي لايه؟ ل 18 مجموعه رأسيه، 18 عمود رأسي واقف كده من فوق لتحت كده جنب بعض، و7 دورات افقيه بعدد مستويات الايه؟ الطاقه في الذره. و7 دورات افقيه جايه من الشمال لليمين، جايه من الشمال لليمين. تمام. عناصر الجدول الدوري تم تصنيفها طبعا داخل 4 فئات، يعني 4 مناطق. صنفت المنطقه دي باسم كذا، والمنطقه دي باسم كذا، والمنطقه دي باسم كذا. فتقسم الجدول الدوري بتاعنا لايه؟ 4 مناطق، اس وبي ودي واف. الاس طبعا بلاقيها على الشمال، والبي بلاقيها على اليمين، والدي بلاقيها في النص الجدول، والاف تحت الجدول. تمام. عناصر مثلا على سبيل المثال فيها اس تشغل يسار الجدول الدوري، تتكون من مجموعتين رأسيتين تتميز ارقامها بحرف كده بحطه جنب الرقم بتاعها وهو حرف ايه. فلو جيت اقول مثلا ان دي المجموعة الاولى 1، فاقول عليها 1 ايه عادي. طب والتانية اللي جنبها 2 بس تبقى 2 ايه عشان اميزها. تمام. واجي ابص على عناصر الفئة بي نظرة عامة برضو كده، الاقيها اقصى يمين الجدول الدوري، تكون من كام مجموعة؟ 6 مجموعات رأسية واقفين كده حلوين، تميز مجموعاتها بالحرف ايه برضو بتتميز بانها ايه؟ تاخد الحرف ايه زي الفئة اس برضو، باستثناء المجموعة الصفرية او العناصر الخاملة اللي هي اقصى اليمين خالص ملهاش رمز. ملهاش ايه؟ رمز. ماشي. بتبتدي بمين البي بقى ديت؟ بتبتدي ب 3 ايه او بقول عليها 13. بصوا بقى، في اصلا ترقيمين 2، ترقيم اسمه ترقيم حديث وترقيم اسمه ترقيم تقليدي. ايه الترقيم الحديث؟ الترقيم الحديث ان انا ببتدي من 1 وتاني ماشي لغايه 18، 1 2 3 4 5 6 لغايه ما اوصل ل 18. ده ترقيم حديث. وفي ترقيم تقليدي. الترقيم التقليدي ده ادى لكل فئه رمز خاص بيها. قلنا الفئه اس خدت مين؟ خدت الايه، والفئه بي برضو خدت الايه. بس اس بتبتدي من 1 يبقى 1 ايه و2 ايه. نيجي نمشي شويه حلوين نسيب الحته الفاضيه اللي في النص دي ونروح للبي عشان نلاقيها فيها مين؟ هنبتدي بقى يبقى 3 ايه، لان برضو نفس الرمز ايه هناك في الاس وايه هنا، يبقى ايه لازم اغير بقى، ما اقولش 1 ايه تاني لان هتلخبط كده. فاقوم قايل 3 ايه و4 ايه، واحنا ماشيين كده لغايه ما نوصل للايه للاخر. والترقيم الحديث طبعا ايه؟ ماشي طوالي. تمام.